اياك تتخطى التحذير اللي هقوله ليك دلوقتي، عشانك مش عشاني والله، وصدقني هتفتكر كلامي ده باقي عمرك وهتشكرني عليه. التحذير ده من شخص لو لسه موجود في حياتك عمرك ما هتعرف يعني ايه تطور ولا هتحس براحة مهما عملت. الشخص ده ممكن يكون في حياتك في صورة قريب، حد من العيلة، او ممكن يكون في صورة صاحب مقرب ليك، لكن صدقني وجوده لعنة هتشل مستقبلك. طيب الشخص ده مين بقى؟ الشخص ده باختصار هو اللي دايما بيفكرك بنسختك القديمة، اللي بيعاملك كأنك لسه نفس الإنسان اللي كنت عليه زمان، مش شايف التغيير بتاعك، ولو شايفه هينكره، مش متقبل أصلا النسخة الجديدة منك. عشان تفهم خطورة الشخص ده في حياتك، لو حللنا فعله هيكون أشبه بوسوسة الشيطان، بس بيوسوس بطريقة البني آدمين. يعني وسط الهزار كده والضحك مثلا يرمي لك كلمة على المداري، يحب يفكرك بعادة سيئة فيك، بفعل سيء انت عملته، يفكرك بعاداتك القديمة، اللي هو ايه، ما تعملش فيها ملتزم عليا، ما تعمليش فيها ناجحة عليا، ما تعمليش فيها محترمة عليا، في محاولة منه انه يحيي نسخة قديمة منك اوريدي ماتت. وانا عارف ان ممكن يكون جات في بالك دلوقتي صورة شخص ما في حياتك، ممكن تقول لنفسك بس ما ينفعش، ده عشرة عمري، معرفة قديمة يعني. تمام، بس اسألك سؤال مهم لازم تسأله نفسك الاول، هو ليه بيعمل كده؟ مستفيد ايه من انه يفكرك كل شويه باخطاء زمان والصوره اللي انت كنت عليها زمان؟ الاجابه ببساطه عشان كان مبسوط بضعفك، مرتاح لتوهانك، اخطائك كانت بتحسسه انه اعلى منك وافضل منك، ولما اتطورت حس انك بعدت عنه وبقيت احسن منه، وبقيت تحسسه انه ناقص، فبيحاول يرجعك لورا طول الوقت. كده اي حد بيحاول يرجعك لنسختك القديمه اطرده من حياتك فورا، مش لازم تشرح، مش لازم تبرر، واياك تحس بالذنب انك قطعت علاقتك بيه، لانك مش هتعرف تكون انسان جديد طول ما في حد وظيفته في الحياه انه يمسك مرايه فيها انعكاس صورتك القديمه، مش عايزك في محاوله منه، مش عايزك تشوف صورتك الجديده، مش عايزك تحس بالتغيير اللي انت بقيت فيه. فانت لازم تفهم ان في ناس وجودهم في حياتك زي اعاده تشغيل لاسوأ ايامك. الناس دي بنعرفها ايام العتمه وننكرها وقت النور. مفيش تطور بيبدأ إلا لما تمسح الذاكرة اللي بتوجعك ومنعك إنك تستمر في التغيير. أنت فعلا اتغيرت واتطورت وبقى عندك وعي كبير، وبقيت إنسان يستحق الأفضل لأنك بقيت الأفضل. وفي النهاية أي حد بيحاول يفكرك بأخطائك ونسختك القديمة، أي حد بيحاول يرجعك ويشدك لورا، اطرده من حياتك فورا حالا. دول مش عشرة، دول لعنة متنكرة في شكل معرفة قديمة وذكريات، صدقني. وبس كده.